يلا بينا نعمل فطير مشلتت او فطير فلاحي بالسمنه البلدي او بالزبده البلدي. شكله قابب وحلو ازاي في الفرن، يعني طلع من الفرن وقابب كده. كده بعد ما استوى يا جماعه اهو، شايفين شكله عامل ازاي؟ والله قعره الفطيره بسم الله ما شاء الله عليها، منفوخه. يعني انا كان عندي اوردر وعملته، قلت اصوره وتشوفوه. شايفين لون الفطيره عامل ازاي والسوا بتاعها؟ والفطير الناجح بيبقى طالع قابب كده، زي ما انتم شايفين بيبقى طالع منفوخ. طبعا بيطلع وبنبخه بقى بالميه وهو سخن. شايفين شكله بقى؟ ما ننساش نعمل لايك واشتراك للقناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو. يلا نقول بسم الله بقى ونبدأ كده. ده كده شكل الفطير معانا اهو. اول حاجة هنعوز معانا كيلو دقيق، دقيق متعدد الاستخدام او زيرو او فرنساوي، يعني المهم ان هو ايه، ما يبقاش فيه عرق. كده وحطينا كيلو دقيق في العجانة، نحط عليه معلقة ملح ومعلقة سكر وهنحط بقى نعجنهم. انا هنا بعجن في العجان. نعجنهم بكوبايه ونص ميه، انت على حسب نوع الدقيق معاكي، ممكن ياخد ميه كتير ممكن ياخد ميه قليله، على حسب نوع الدقيق. انا هنا اهو خد معايا 7 دقايق في العجان. اتعجن وبعدين هنا قطعته، معلش المقطع اتمسح بس. قطعت كده الكيلو دقيق على الصينيه الكبيره دي 28 قطعه. هنا هحطهم على الرخامه عشان افردهم. طبعا قطعتهم وسبتهم يستريحوا حوالي ساعه، وبعد ما استريحوا كده هفردهم بقى. هنا بفضل الاول على الرخامه، الصينيه دي كبيره قوي على فكره. آه، يعني كبيرة جدا، واخدة دقيق. الناس كانت طالبة مني كده الفطير كبير. وكده بورق اهو، بفرد واحدة واحدة يعني رق رق، وبرصه في الصينية واجي حاطة سمنة رق رق كده، وبرصه واحط ايه سمنة زي ما انتم شايفين كده اهو. كده اهو خلص الكمية كلها. شايفين العجينة بتتفرد سهل خالص ازاي؟ طريقة سهلة جدا على فكرة، وادام العجين مستريح معاكي هتطلع معاكي كويسة كده، وتتفرد سهل معاكي. نخلص كل كمية ونرجع لكم تاني. انا كده خلصت الاولانية، دخلت هنا على فطيرة بالمكسرات محشية مكسرات. هنا الفطيرة دي وسط مقاس 30، واخدة نص كيلو دقيق، قسمت على 16 كورة، هاخد منها 8 احطها تحت، وفي النص الحشو زبيب جوز هند فول، اي حشو عندك ممكن تحشي بيه. انا هنا عملت 8 قطع من تحت اهو، 8 رقات. هحط عليها بقى ال8 التانيين، بين كل رق والتاني سمنة، بين كل رق والتاني سمنة، ندهن كده يا جماعة عشان تطلع معانا مورقة. كده هنعمل كله، هنفرد كله. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، نعمل اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك وشير للفيديو. كده اهو نخلص الكمية كلها ونقول لكم هنقفلها ازاي. شايفين بتتفرد بكل سهولة خالص اهي، عشان العجين مستريح معايا. كده باخد من فوق لتحت، بتني كده، بدخل من تحت الفطيرة واحط على وشها سمنة واركنها بقى، اغطي بكيس واسيبه تاني يستريح حوالي ايه ساعة. كده بعد ما استريح معايا هفرده بقى، انا ببل ايدي زيت واجي فرداه عشان يفرد معايا سهل، لان السمنة ممكن تحرق وشه. معلش انا في تفاصيل هنا مقاطع اتقطعت مني فمعرفتش، يعني ده اللي لقيته عندي على الموبايل. ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني وتشوفوا فيه التفاصيل اكتر. هنا اهو كده بفرد معايا اهو، شايفين بتتفرد معايا سهل ازاي؟ عشان العجينه مستريحه واخده راحتها خالص، واهم حاجه عجنها برضو. كده فردنا كله اهو. انا طبعا مسخنه الفرن قبلها بحوالي ربع ساعه عشان لازم يبقى سخن جدا. نفرد التانية بقى بالمكسرات دي، نفردها بالراحه علشان المكسرات ما تقطعش وش العجين من فوق. نبل ايدينا زيت كده ونفرد كده، نفرد ونوسعها كده في الصينيه. هي بتفرد معاكي سهل على طول. ودي هنقطعها. الفطير المحشي بالمكسرات احنا بنقول عليه محشي مكسرات، او عندنا هنا بنقول عليه فطير عرايس. انتوا بقى عندكم بتقولوا عليه ايه؟ احنا عندنا بنقول عليه فطير عروسه، يعني فطير عروسه. بنعمله كده تالت يوم في الصباحيه للعروسه ونروح لها بيه. بيبقى حلو قوي على فكره. دي عاده عندنا في بني سويف، يعني شوفوا انتوا مكانكم فين وعرفوني كده ايه العادات بتاعتكم. احنا هنا بنعمله تالت يوم في الصباحيه للعروسه بنودوها لها. ده كده اهو، بنقطع كده مثلثات. طبعا بنقطعها زي البيتزا بالظبط، مثلثات كده. وممكن عايزه تقطعيها زي الكيكه ماشي تمام عادي، شغاله معاكي برضو التقطيع اللي تريحك. كده قطعناها ندخل الفرن بقى. في واحده تانية هنفردها برضو، في واحده تانية هنفردها اهي.
كده كان مطلوب مني 2 كبار سادة وواحدة محشية، بألف هنا لاصحابهم. وكده نفرد تاني اهو، نبل ايدينا زيت ونفرد، نبل زيت ونفرد. عندك قشطة افردي بيها هتبقى حلوة برضو، لكن السمنة ممكن تحرق وشه من فوق، فالزيت افضل. وبيجريها معاكي العجينة كده زي ما انت ما شايفة كده. كده نجري كده، نوسع نوسع على قد ما نقدر. بصي وسعي، هي كده كده العجينة طرية، وبصي مستريحة وبتتفرد معاكي سهل. كده اهو بنفرد. طبعا الفرن سخن، وهنحط واحدة من تحت على قعر الفرن وواحدة من فوق. اللي تحت تستوي نطلعها فوق ونحط التانية مكانها، نستغل الفرن يعني، لان عندي الصواني دي كبيرة قوي، هي واحدة بس بتيجي في الفرن. فكده اهو نفردها بطريقة سهلة جدا. لو عايزة تعملي لأولادك في البيت حتى بنص كيلو، قطعيه برضو كده نص كيلو 18 قطعة، وافردي رقراق، هتبقى سهلة عليكي جدا. كده اهو خلاص، هنحطهم بقى ايه في الفرن. شايفين؟ واللي يجربها ويعملها ويقول لي رأيه بقى. كده اتفردوا كلهم خالص اهو. كده بقى بعد ما استوى، دي كده اللي هي بالمكسرات. طبعا انا سقيتها عسل شربات، كوباية ونص سكر على كوباية ونص مية وبتغلي، وعليها رشة ليمونة وشوية فانيليا. كده بعد ما طلعت اهي، شايفين شكلها قابب اصلا وحلوة ازاي، وشكلها متحمر ومستوية جدا يعني كويسة جدا. زي ما انتم ما شايفين اهو، شايفين قعرها حتى مستوي زي الفل. اول ما تطلع كده وهي سخنة نيجي بخنها بقى بالمية عشان تفضل طرية معاكي. بخيها وغطيها، وبألف هنا وشفا لاصحابها.